فضيلة الملا سمعت هذا الكلام. لدي سؤال، ما صوابية استعمال الشعارات الدينية في مقاومة الهجمة الأمريكية الإسرائيلية؟ ألا تريد الصهيونية منذ بداية حركتها أن تصور للعالم أن مقاومتنا العربية لغزو الأراضي الفلسطينية ولتماديها في الاستيطان نابعة من تعصب ديني يتم بمعاداة السامية، وبالتالي فهي مقاومة غير شرعية، فيما المقاومة في فلسطين كما في لبنان في جوهرها مقاومة وطنية قومية في آن واحد؟ ألا نعطي سلاحا فعالا للعدو بوصف مقاومتنا بأنها هدية الطابع، مما يسهل تسويق الأضاليل الصهيونية والأمريكية التي نجحت بعد 11 يوليو في خلق معادلة خبيثة بين الإرهاب والإسلام والمقاومة والإرهاب إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أرجوك أن ترد. نعم، هذا ليس صحيحا. أولا إذا نحن شخصنا الحالة وعرفنا أن الطرف المقابل فعلا انطلق من أرضية دينية ورؤية توراتية إنجيلية فيما بعد، أو الصهيو المسيحية هؤلاء، وإلا أنت لما تنظر إلى مجرد كتاب حول الكرة الأرضية العظيمة المأسوف عليها، كتاب طبع حديثا، باعوا منها خلال أيام 35 مليون نسخة في أمريكا وحدها. لماذا؟ لأنه ينطلق من هذه الأرضية، من هذه النقطة التي نقول، من هذه الرؤية الدينية التي يقول إن هذه الرؤية تنص على ما يلي: إن اليهودية والنصرانية، رغم أن بعض النصارى لا يحبون اليهود، ولكن عليهم أن يتعاونوا مع اليهود لكي يعودوا من النيل إلى الفرات ويكونوا دولتهم الكبيرة، وبهذا سيباد ثلثاء الأرض كما هم ينصون عليه في كتبهم المقدسة. نعم. وحينئذ سينزل سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لينقذ اليهود وهم شعب الله المختار. فهم أصل الفكرة هي هذه، وأقنعوا هؤلاء المسيحيين من هذا الخط بهذا التوجه أيضا، فخطورتها تأتي من هذا المنطلق. وفي الطرف المقابل هم يريدون أن يجردون شبابنا الذين يقومون بعمل غيرك أيضا يا أستاذ فيصل. لما أقدم الأمريكان هؤلاء على ضربنا في مناطقنا واستأصلونا بما لديهم من قنابل وسموها، تعرف القنبلة اسمها مؤاب، وهي أيضا اسم ديني يشير إلى شعب الله المختار في أرضه في فلسطين. لما ضربونا بهذه القنابل، بعدها في اليوم الثاني قام أحد إخواننا الاستشهاديين وفخخ نفسه وسيارته ودخل في موقع للأمريكان، وقبل أن يدخل كان عنده 5000 دولار، قدم 5000 دولار لإخوانه الأحياء الآخرين، وبدل أجلكم الله حذاءه الجديد بحذاء قديم، ثم ذهب وفجر نفسه على 5 أمريكان و19 من جماعة الطالباني وصحفي أسترالي كان مع الأمريكيين في سيارة عسكرية، وليس كما أشيع في أستراليا أنه قتل هكذا. فهؤلاء يريدون منا نقطة واحدة كانوا يطالبون قريش بها، قريش كانت تطالب أبا طالب بها، كانوا يقولون: نعطيك وليد بن عمارة وتعطينا محمدا نقتله، أي اتركوا الصهيونية المسيحية هذه تأتي إلى هذه تزحف على مناطق الإسلام وتقتل وتفعل ما تريد، وأمورها الاقتصادية وبترولها أيضا يعينها على تغذية الروح الدينية هذه، وبالمقابل أنتم ومن يعيننا، يعني هم ومن يعينهم، اقتلوا محمدكم، اقتلوا أولا الحركات الجهادية، لأن هذه السور الذي حول أمة الإسلام. هذا السور إذا سقط لا سامح الله، بعد ذلك بمجرد بتليفون تغلق هناك مكاتب لأحزاب إسلامية، سواء في بلادنا هنا في بلاد العربية وفي بلاد المسلمين. ولذلك يجب أن نعتبر أن هذه حرب دينية شعواء. صحيح أن هؤلاء ينطلقون من مجموعة بشرية ربما 80 مليون، وبالمقابل الكاثوليكية 900 مليون إنسان، وهم ليسوا معهم، ولكن هؤلاء يوظفون طاقات غيرهم وسيزحفون على بلادنا واحدا بعد أخرى في زمن الصليبية الجديدة. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الملا. آباؤنا. أشكرك جزيل الشكر. للأسف الشديد الوقت داهمنا.